تمام. فكان الاهم ان احنا نعمل الحاجات اللي لازم تبقى حاليا فورا تتنفذ. امم. وملف القيد هيحصل التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ونشوف طريقة معينة ان احنا نرفع هذا الايقاف او وقف القيد يعني، ونبتدي نشتغل عليه. وانا براهن على وطنية كل الهيئات والاجهزة والمصالح فيما يتعلق باقالة عثرة الصرح العظيم نادي الزمالك. يا اسطى ايقاف قيد ايه يا اسطى اللي انت عايز تظبطها مع الاتحاد المصري لكرة القدم؟ انت جاي منين انت يا عم؟ انت اتحاد مصري ايه؟ هو انت مش عارف ان ايقاف القيد ده جاي من الاتحاد الدولي ومتسجل على السيستم؟ انت معانا يا عم الحاج ولا ايه؟ انت هتعرف ايه انت عن الكوره وقوانينها؟ صباح الفل، ده بقول لك عايز اظبط ايقاف القيد مع الاتحاد المصري لكرة القدم. ده الاستاذ عمرو البناني المدير الاداري لنادي الزمالك. في البدايه كده صباح الفل عليك يا استاذ عماد، شكلك كده هتدخلنا على مرحله ضحك ما بعد المستشار. صلى على النبي الافضل الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. تعال نسمع رمضان صبحي. مفيش بطوله بيدخلها ما بيبقاش عنده هدف ان هو ياخدها، سواء دوري الابطال سواء دوري سواء كاس. فان شاء الله هو ده الهدف يعني، ان شاء الله ان الواحد السنه دي كل بطوله بندخل عليها بنحارب وبنعمل 100%، وفي الاخر ده التوفيق بتاع ربنا. لكن طبعا اكيد هبقى نفسي ان انا اخد بطوله افريقيا مع نادي بيراميدز، فدي هيبقى شيء مهم جدا بالنسبه لي. طبعا حاجه مهمه وحاجه جميله، وبنشوف فيها الفرق بتاعت اوروبا والفرق الكبيره كلها، وبيبقى حدث كل الناس بتبقى عايزه تلعبه. فزي ما قلت لك ده هيجي من الهدف اللي احنا الاول نفكر ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا، وبعد كده ان شاء الله الهدف الاكبر يتحقق اللي انت تروح كاس العالم للانديه. كل ده طبعا ما بيجيش بالكلام، بيجي رمضان صبحي بيقول لك نفسه ان بيراميدز ياخد دوري ابطال افريقيا ويلعب في كاس العالم للانديه ويشوفوا لعيبه اوروبا وحاجه للتاريخ. تعالى هنا، مش كنت خدت الكونفدراليه اللي هي البطوله الاضعف من دوري ابطال افريقيا؟ صحيح. وبعدين تعالى هنا يا عم الطموح انت. طب الاول ابتدي حاجه حاجه، فكر في كاس الرابطه، خد كاس الرابطه، خد كاس مصر، خد الدوري، بعد كده فكر في دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه. يا راجل ده سيراميكا خد بطوله وانتوا لسه ما خدتوش بطوله، وتقول لي اخد دوري ابطال افريقيا واروح كاس العالم للانديه؟ يا راجل ده انت كنت بتلاعب مازيمبي في دوري في الكونفدراليه وكان بياكلك رايح جاي. بتلاعب فرق معلش يعني بتبقى ضعيفه في دوري ابطال افريقيا، وبتروح الكونفدراليه تعب بتتشطر عليك وبتاخد البطوله منك، وتيجي انت تقول لي عايز اروح دوري ابطال افريقيا؟ للاسف انت لو رحت دوري ابطال افريقيا هتبقى حصاله. عارف ليه؟ كان الزمالك نافع نفسه. تعال نشوف كابتن خالد الغندور بيقول ايه وارجع لي تاني. حصلت قبل كده اكتر من مره. طيب انا كنادي مصري باجي اعترض على اتحاد الكره المصري او رابطه الانديه ان هم استحدثوا بطوله، ومش عاجبني استحداث البطوله ده. في نفس الوقت اما يجي الاتحاد الافريقي يستحدث بطوله ويعمل بطوله اسمها السوبر ليج، واحنا مزنوقين وعندنا ماتشات دوري وعندنا ماتشات في افريقيا ابطال الدوري وعندنا الكونفدراليه وعندنا كاس الامم الافريقيه وعندنا تصفيات كاس العالم وعندنا ماتشات قد كده، نروح احنا لا احنا مع الاتحاد الافريقي يستحدث زي ما هو عايز ويزود بطوله ثانيه زي ما هو عايز، لكن اوعى اتحاد مصر تعمل بطوله جديده. بص يا كابتن خالد، عشان انت هاريك كتير قوي في الفيديو ده، السوبر ليج بطوله جديده ملهاش علاقه ولا بدوري ابطال افريقيا ولا ليها علاقه بالكونفدراليه الافريقيه، بدليل السوبر الافريقي يقام بين بطل دوري ابطال افريقيا اللي هو الاهلي المصري واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه. يعني الاتحاد الافريقي هم بطولتين اللي عملوهم السنه اللي فاتت، هم اللي هيتلعب بينهم السوبر، ما دخلش عليهم فرقتين جداد. ده اللي انا عايز افهمه لك، مش زي كاس النخبه اللي بيعملوه ده كده وعايزين يدخلوكوا ضيف شرف في السوبر لان انتوا عليكم عقوبات وانت عارف حاجه زي كده. الاهلي طلب انه اللعيبه تتساب دلوقتي. الفرق بقى ايه؟ ان منتخب مصر عنده ماتش رسمي مش ودي مع اثيوبيا اللي كسبتنا، وعنده ماتش بعد 4 ايام مع تونس، وماتش الاهلي مع اتحاد العاصمه يوم 15، يعني مش داخل في النص ما بينهم خالص. يعني ممكن لعيبه المنتخب مصر تخلص المباراه وينضموا للنادي الاهلي طبيعي ويسافروا ويقعدوا يومين ويلعبوا الماتش الثالث. هنا يا جماعه المقارنات نفاجئ بكابتن ضياء السيد يقول لك لازم يكون في عداله ما بين، وقبل كده فيتوريا ساب اللعيبه. مش حقيقي الكلام ده مش حقيقي. احنا عايزين كل الناس تكون مع الزمالك ومع الاهلي، بس قبل الزمالك والاهلي نكون مع منتخب بلدنا. منتخب بلدنا هو الاهم، منتخب بلدنا اهم من نادي الزمالك واهم من نادي الاهلي. لازم نكون مساندين للمنتخب. عنده مباراه رسميه مع اثيوبيا ومباراه وديه قويه جدا مع منتخب من اقوى منتخبات القاره وهو المنتخب التونسي، مش مع ليبيريا ونيجيريا ونيجر. ورغم كده بنلاقي حاجات غريبه هنا.
هجوم على كابتن حازم امام عضو اتحاد الكوره عشان تدخل وسمح لاثنين لعيبه يخرجوا في النص، رغم ان هم لعبوا المباراه الاولى وهيلعبوا المباراه الثانيه ويخرجوا في النص يلعبوا ماتش مع الزمالك. وهنا هيسمح، لم يتم اخذ معظم لعيبه الاهلي، وهيسمح بوجود عبد المنعم بس في ماتش تونس، واللعيبه كلها ترجع للنادي الاهلي، رغم ان هو ما فيش تداخل في المعسكر 8 و12 وماتش الاهلي يوم 15 وعلى بعد ساعتين، يعني حاجه قريبه جدا يعني. انت اللي بتتكلم يا كابتن خالد على ازمه لعيبه الاهلي مع المنتخب. طب تعالى انت بقى يا اللي بتتكلم وبتقول الناس بتهاجم حازم امام ليه ولعيبه الزمالك. بقى راحت تاني يوم المنتخب بعد مباراه الزمالك وإليك تشادي تقريبا. قدام حضرتك اهي التقارير، كل التقارير قدامك اهي، اقرا زي ما انت عايز. اليوم السابع القاهره 24 يا راجل، حتى المستشار مرتضى منصور بيقول لك انا بشكر حازم امام وكلمته عشان اشكره على اللي عمله مع لعيبه الزمالك وخرجهم من المنتخب عشان يروحوا التشاد يلعبوا مع الزمالك هناك في الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. وبعد كده استبعدوا لعيبه الزمالك، وانت تيجي تقول لي اللعيبه شاركت تاني يوم. صباح الفل عليك، ده انا جايب لك كل الاخبار يا كابتن خالد. فبطل تفتي وتقول معلومات كلها غلط في غلط، وما تحاولش تبين لجماهيرك ان انت فاهم وانت ابيض. تعالى كمل يا كابتن خالد. بيترمي وللاسف الناس بتصدقه. طيب انتوا عارفين ان من فتره كبيره كانت في يعني مباراه في كاس الامم الافريقيه، وفي نفس التوقيت بعد وصول مصر لنهائي كاس الامم الافريقيه كان النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. طبعا تضارب غير طبيعي من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد الدولي انه يعمل كاس العالم للانديه في نفس توقيت كاس الامم الافريقيه. وطبعا في ذاك الوقت النادي الاهلي ظلم صراحه يعني، وقلنا هذا الكلام في توقيت ده ما ينفعش بطولتين كبار يخشوا في بعض ويتحرم النادي الاهلي من لعيبته. يا راجل انت كنت زعلان وبتقول ان الاهلي اتظلم؟ يا راجل قدامك اهو تصريح ليك اهو على نون سبورت اف ام. يا راجل انت بتقول كلنا كنا ندعم المنتخب والاهلي مش عارف ايه، انت اللي هو ذات نفسك التصريح قدامك. زي ما قلت لك خالد الها بدور. وبمناسبة يا كابتن خالد كاس النخبة اللي انت بتقول عليه ده ولا السوبر الجديد، صحيح ومش مفروض الزمالك عليه عقوبة من السوبر المصري اللي فات؟ ما تقول لنا يا كابتن خالد. لا يحق له كل دوت في الاخر اللي يتعاقب الزمالك. طيب بلاش ده، يتعاقب الزمالك. هسألكم سؤال، ألم ينسحب النادي الأهلي من كأس رابطة الأندية أو كأس الرابطة؟ هو النادي الأهلي مش كان عنده مباراة مع النادي المصري البورسعيدي، والنادي الأهلي كان عنده مباراة وتم إجراء قرعة ومندوب النادي الأهلي خالد الغندور اي حاجة الاهلي انسحب قدام المصري، واتكلمنا في الموضوع ده اكتر من 5000 مره ومش هنتكلم فيه تاني. وقلنا لك يا كابتن خالد احنا معلش يعني اعتذرنا اهو، والمسؤولين في النادي المصري طلعوا اتكلموا وقال لك الاهلي طلب تاجيل اللقاء. انت قلت واتحاد الكوره ما رضيش، واحنا وافقنا. المصري قال لك احنا وافقنا واتحاد الكوره اللي ما رضيش. وانت دلوقتي اللي بتتكلم في القصه دي، وانت مالك؟ يعني الفريق المنافس ما عملش زي اللي انت بتعمله ده. انت اللي مضايقك يا كابتن خالد. انت اللي المفروض يا حبيبي يبقى عليك عقوبه. واتحاد الكوره هنا طرمخ على الموضوع ويخليك تشارك في ايه، في السوبر ولا كاس اللي هم عاملينها الجديده دي. وشركه النيل اللي هي الراعي ليك هتدخلك كده كده ذوق عافيه في البطوله. تعالى بقى نروح لاخبارنا السريعه. محمد صلاح، صحيفه عكاظ السعوديه بتقول لك رسميا محمد صلاح في اتحاد جده ان شاء الله يوم الجمعه بالليل. يعني هما بيقولوا كده بطائره خاصه سيتم نقل محمد صلاح من انجلترا الى السعوديه لمقر نادي اتحاد جده. في خبر تاني هقوله لحضرتك كده على السريع. مهاجم النادي الاهلي رسميا النادي الاهلي لن يتعاقد مع مهاجم. بقول لك التعاقد مع مهاجم هيكون في يناير. هي كده شكلها سوزا جاي، وربنا يستر، لان هو اصلا هيبقى صفقه انتقال حر ومن حقه يوقع لاي نادي في يناير، وهو سوزا موقع للنادي الاهلي. وللاسف النادي الاهلي هيصبر لغايه يناير عشان سوزا. انا مش عارف امير توفيق ده بيعمل ايه. احنا صابرين كل ده من ساعه متهيألي من فتره الانتقالات الصيفيه اللي فاتت، وهو كولر عايز مهاجم اجنبي، واحنا لغايه النهارده مش عارفين نحقق له اللي هو عايزه. في الاخر لو لا قدر الله حصل اي اخفاق للفريق هنلوم على الراجل. تعالى نسمع زي حواس بيقول ايه على محمد صلاح. زي حواس عالم الاثار وارجع لي تاني. راجل عظيم واحنا فخورين بيك جدا. نعم. لكن لازم برضو عليك واجب لبلدك. واجب لبلدك ان انت نتفق ونشوف الوثيقه اللي مضى عليها 4000 واحد عايزين يمضى عليها 100000 مصري، ولندن فيها اكتر. الاستاذ زي حواس بيطالب محمد صلاح
ان هو يقف معانا في استرداد اثارنا المصريه من الخارج. ده كلام عالم الاثار الاستاذ زاهي حواس، وانا مش هتكلم. تعالى بقى يا كابتن يا محمود يا خطيب، امير توفيق ده لازم يبقى ليه وقفه بخصوص المهاجم. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه واول بطوله رسميه سوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري اللي ان شاء الله هتقام في منتصف سبتمبر 15 سبتمبر ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق لرجالتنا وكل الرجاله اللي هتشارك في الملعب، التوفيق لل 11 لاعب، وان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.